بس لسه هذا كلام غير صحيح. نحن لا نستسلم الآن، نقول لا. حتى النظم والتصميم والهدفية في الكون مش هي إيه انعكاس لبنية العقل، لا، في عندنا إيه فرضية أخرى وأدق بكثير، وهذا الشيء محير. هذا الحقيقة أينشتاين كما قلت لكم 100 مرة عاد، إنه يا أخي في تجاوب وفي تراسل بين بنية الكون وبنية العقل، وهذا اللي معجب العلماء الكبار. هتقول لي هذه فرضية، لا، فرضية مؤيدة ب50,000 دليل عاد. نحن نعيش بفضل صدق هذه الفرضية. إيش رأيك عاد؟ سأثبت لكم هذا اليوم، هذا محاضرة اليوم. لا، في تجاوب بين بنية الكون وبنية العقل، بحيث أن العقل الآدمي، العقل البشري الإنساني، قادر سبحان الله العظيم أن يفهم إيه بعض سر هذه البنية وبعض نظمها وبعض تصاميمها، يتوغل ويبحث، يحط يده على القوانين الفاعلة والحاكمة في هذا الوجود، ويسخر الوجود بها، ويفهم فهما تنبؤيا، ويقدر يعرف اليوم انه بعد 1,050,000 سنة في ساعة كذا من يوم كذا كذا ده حيصير ايه كسوف كلي مثلا، وبعد كمان 20 سنة وبعد 10 سنين يعرف هذا وينجح تماما. ومش هيك وبس، وبالقانون هذا اللي عرفه وسماه قانون ايه التربيع العكسي القائم على الجاذبية، قانون الجاذبية، قدر يحدد لك سأبعث المركبة الفضائية وتصل بعد 4 أيام و10 ساعات و9 دقائق ومش عارف كم ثانية على القمر، أحط على القمر بعد هذا التوقيت تماما، وروح احسب أنت واحسب أنا، وحتصل في الوقت اللي حددناه وتصل وتحط. غريب. ومش هيك وبس، والتجاوب والتناغم والتراسل بين بنية الكون وبنية العقل سمحت لنا كعلماء كبشر إن نطلع هيك ونشوف، لا نقول في هذا هنا في شذوذ في مسار هذا السيار الكوكب البلانيت. ليش؟ وحطينا افتراضات، قلنا أكيد في كوكب آخر لازم يكون كتلته كذا كذا وبعده عنه كذا كذا، هو اللي عمل له إيش الانحراف هذا كذا. وبعد إيه كم حوالي يعني إيه 60 سنة تقريبا نكتشف الكوكب هذا بالضبط وعلى نفس البعد وبنفس الكتلة، بنسميه نبتون، وحكي لكم اليوم قصة اكتشافه. إلى هذه الدرجة أنت الآن ما ينفعش تتصفصط، تتكلم سوفسطائيا، واللون والريحة، الأمر أعقد من هيك بكثير. صح، أنا عارف مسألة اللون كيف تدركه، هذه مسألة ثانية لسه، لكن هذا لا يضرب أساس واقعية منظومية العالم ومصممية الوجود موجودة، ولا يضرب أهلية العقل لالتقاط القوانين الحاكمة. هتقول لي يعني هي القوانين لها واقع متسامي ترانسندنتال، يعني رياليتي، هي حقيقة متسامية؟ أنا اليوم سألخص لكم رأيي الشخصي كعدنان فلسفيا جميل وبسيط. أنا بحب دائما أبسط الآراء، بجيب أمثلة، وإذا ما أقعش على مثال بأضل لي متحير، بدي مثال، ودائما بفضل الله بجيب المثال. هذا ببسط لك المسائل، سهل، هتشوف كيف. فهذا يؤكد إنه أنه هذا الافتراض برضه غير صحيح، أنه مجرد إسقاط لأنه بنية العقل هي هكذا، هذا المتاح لنا يا ربي خلاص اغفر لنا. لا 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 لا, لا. صح، في العقل له بنية وحاكمة علينا، ونحن لا نستطيع أن نفكر خارجه ولا بغيره به، بس من حسن حظنا أن هذه البنية متجاوبة مع بنية الوجود، وقادرة تتراسل معها جيدا جدا وتنجح، ومن هنا نجاح العلم. لكن السؤال كيف؟ وإيش سر تجاوب البنيتين؟ ونرجع إلى نظرية قبل شوي مفارقة وليس، وليه زودتنا الطبيعة تبعتهم من غير آليات الغبية ما تقدر تتفسر لنا. ليه زودتنا بهذه الملكة قبل مئات ألوف السنين؟ ليش لدينا هذه اللياقة الهائلة؟ وهذه اللياقات لا علاقة لها بوجودنا في إطار فقط البقاء سرفايفل. لا لا لا، نستطيع أن نبقى من غيرها. إيش رأيك؟ أبدا، لو كل شيء. تعرف الوجود له رتبتان، تقسيم معينة، ما فيش مشكلة. وجود تام هو وجود الإنسان، أن يوجد يبقى وأن يفهم، هذا وجود تام. في وجود ناقص، وجود البهائم والجمادات وكذا، أن توجد ولا تفهم. صح ولا لا؟ نحن شرفونا أننا نوجد ونفهم. نفهم، لدينا القدرة أن نفهم. هل يمكن، أنا مرة عملت خطبة، هل يمكن لبقة صغيرة
دقيقة جدا جدا، تمشي على شعرة في فرو حيوان لبون معين، أن ترى هذا الحيوان كله وأن تفهمه مستحيل. نحن أصغر من هذه البقة في الكون، ولدينا القدرة على معرفة الكون وبناء نماذج رياضية تخيل لشكل الكون، هل هو أسطوانة، هل هو كرة، هل هو مفتوح، هل هو كذا، سلب التحدب، إيجاب التحدب، مغلق غير مغلق، شيء مش طبيعي. وكيف نشأ وإيش مصيره وإيش مساره الآن وإيش، كيف لهذه البقة أن تفعل هذا بهذا الدماغ الكبير، بهذا العقل الضخم، بهذه اللياقات اللي عجيبة في قدرتها، اللي كما قلت لكم أوسع بكثير بكثير من حاجات إيش؟ البقاء اليومي العادي. ما الذيب يعيش معنا وقبلنا وكذا، هذا صحيح، والفار يعيش قبلنا، والنملة عاشت قبلنا بكثير وموجودة اليوم وما عندهاش كل هذه الشغلات، ولا مش صحيح؟ احنا جينا آخر شيء، احنا قمة المخلوقات تطوريا، مش هيك بيقولوا؟ لكن لدينا كل هذه الأهلية. إذن في شيء كما ذكرت لكم عن جون بارو، في شيء معين علينا أن نتساءل عن هذا الشيء. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة. تعرفون إيه جدول العناصر الكيميائية اللي حطه العالم الروسي الشهير ديمتري مندليف في 1800 تقريبا 69؟ طبعا هو عد عدة مرات، لكن باختصار كيف الجدول هذا؟ في مجموعات 18 مجموعة رأسية، وفي دورات 8 دورات أو 7 دورات عفوا، هذه أفقية. وترتيب العناصر يتبع خطة محددة. جاء هذا الرجل لمن بعده وضع عناصر المكتشفة وفق الخطة هذه تنتظم تماما، لكن بقيت فراغات، فعرفوا أنه لابد تكون في الطبيعة عناصر تسد هذه الفراغات. لا، لكن لأنه في نظام محدد هنا، نظام دقيق جدا، في نظام في الطبيعة، مش أنا ابتدعته إيه على شكل جدول. لا 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 لا، هذا الجدول فقط مجرد صياغة بسيطة لهذا النظام. النظام العقل اكتشفه مش الجدول، وأنا صوغته إيه في شكل جدول. وفعلا يوما فيوما نلاقي إيه؟ هذا كلام صحيح. إلى 2009 صار لدينا إيه؟ 118 عنصرا. ل 2009 118 عنصر في الجدول الدوري، بريدكشن كارت، هذا الخريطة الدورية أو الجدول الدوري. معناها فعلا الطبيعة فيها نظام، ونظام دقيق جدا جدا يسمح لمندليف ومن أتى بعده أنه يترك فراغات، يقول إيه؟ في يوم من الأيام سوف تسد. يعني فراغات في إدراكي تعكس إيه؟ فراغات في الوجود. إذا تملى لابد بعدين يتملى هنا، في تناظر، حالة مرئوية، وهذا اللي حصل. معناها في نظام. يعني المسألة إيه؟ مش افتراضية، ما بنفترضهاش. أغرب من هيك قانون الألماني يوهان بودي، جون بودي، يعني هذا يوحنا بودي، يوهان بودي، هذا في القرن إيه 18، عالم ألماني، ألماني فلكي ذكي. وطبعا هو إيه مش سوفسطائي، وأدرك إنه الكون هذا إيه كون فكرة، ثوت هذا أكثر منه إيش؟ مادة، كون روح، هذا روح. ولو كان هذا كون فيش فيه روح كان ما قدم تفسير، ولا حتى كان قابل للتفسير، ولا فسر نفسه. بس فيه روح معين، هو كون عقل أكثر منه ماكينة أو مادة جامدة. فأدرك مش سوفسطائي هو، قال لازم تكون في علاقة معينة تحدد أبعاد الكواكب السيارة عن الشمس، عن الأم، من عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري إلى آخره. لازم في علاقة. ليش في؟ لأنه أدرك أنه النظم هذا هو السائد في الوجود. هذا كون رياضي، كون منظم. وعلموا العالم الجليل، يعني تقريبا من آباء العلم الكبار جدا، غاليليو أن كتاب الطبيعة العظيم مكتوب بلغة الرياضة، الماثماتكس. كتاب رياضي، بدك تفهمه بآلية الرياضية تقدر تفهمه، لأنه كتاب رياضي، كون رياضي، كون من العقل والذهن والوعي. وفي البدء كان الوعي، والآن الوعي برضه هو المتسيد والحاكم في الوجود، مش المادة. الوحي، الذهن، الإدراك، لا إله إلا الله، روح الوجود. فإيش عمل يوهان بودي هذا؟ درس، استوعب، قال موجودة في عندي صيغة، ونبدأ من عطارد، نقول 0 زائد 4 تقسيم 10، بيطلع بعد إيه؟ عطارد إيه؟
بالوحدة الفلكية، بارسك، اللي هي بتساوي 150 مليون كيلو متر، 90 مليون ميل. هذا اسمها الوحدة إيه؟ وعشان ما تنسوش الوحدة الفلكية هي عبارة عن بعد الأرض عن الشمس، هي الوحدة الفلكية. أعطي لك شيء الوحدة الفلكية قول بتساوي 90 مليون ميل، ليه؟ لأنه بعد الأرض عن الشمس، حافظين احنا هذه مش حننساها، 150 مليون كيلو متر. فقال لك 0 زائد 3، عفوا 0 زائد 4 تقسيم إيه؟ 10. فعندنا 4 من 10، هذا إيش؟ عطارد، يعني بيطلع 60 مليون كيلو متر. لأنه الوحدة قديش كلها؟ 150، هذه 4 من 10، 60 مليون، صح؟ والله بيقعد 60 مليون. قال بعدين بتجيب 3 ومضاعفات 3 ونفس النظرية، نفس المعادلة، 3 زائد 4 تقسيم 10، 7 من 10. بعدين مضاعف 3 كم؟ 6. 6 زائد 4 10 تقسيم 10. احنا في الأرض، يعني هذيك عندنا إيه؟ عطارد، الزهرة 7 من 10، الأرض حيساوي وحدة فلكية كاملة، لأنه قديش صار عندنا؟ 10 تقسيم 10، رقم صحيح، يعني 6 زائد 4 تقسيم 10 بيطلع وحدة فلكية واحدة 150 مليون كيلو متر. بعدين نأتي إلى المريخ، مضاعف إيش الحين؟ الستة، قديش؟ 12 زائد 4 16 تقسيم 10 1.6 من 10. نأتي بعدين إلى المشتري، جرب، لأنه مضاعف فيه 12 24 24 زائد 4 28 زيها، طلع غلط. المشتري أبعد من هيك، معناها غلط، معناها هذا القانون إسقاط من عقلي، قال خربطة، حاولت أسقط فعلا شيء من عندي، أريض أخلي هذا الشيء مش صحيح، هو مش زي هيك. لكن هو كعالم وذكي ومسلم كما قلت بحقيقة نظم الطبيعة، قال لا، في شيء مش مفهوم، في شيء مش مفهوم، أنا نظريتي صحيحة، وهذه المعادلة حاكمة في الكون، الأبعاد تبتعد بشيء يعني وفق معادلة رياضية ذكية وحلوة، مضاعف 3 زائد 4 تقسيم 10، ما في، هو دائما هيك. تخيل، بقي الأمر إيه؟ كذلك. افترض بعض العلماء قالوا يا جماعة ممكن يكون بين المريخ والمشتري في إيه؟ كوكب معين احنا مش شايفينه، هو هذا لازم ياخذ إيه؟ مضاعف 12، بصير 24 زائد 4 28 تقسيم إيه؟ 2.8 من 10، لازم، بس مش هنشوفه. وفعلا ظلوا العلماء كل فترة وفترة يرصدون السماء، حراس إيه؟ بوابات السماء هؤلاء. في ليلة الكريسماس عيد الميلاد من سنة 1801 عالم إيطالي جوزيبي اسمه إيه؟ بياتشي، بالإنجليزي بياتزي، سد بالإيطالي بصير تشي، بياتشي، جوزيبي بياتشي، سد هاي. هذا اكتشف وبتطلع إيه؟ كويكب صغير بين إيش؟ المريخ والمشتري، بعد المريخ مباشرة جاي وبدور، قال هو هذا بس صغير، تصور أصغر من إيه؟ من أن يعطى اسم إيه؟ كوكب، فسموه إيش؟ كويكب، أسترويد. وبعدين اكتشفوا أكثر من إيه؟ من واحد وقطعة صغيرة، فبعضهم يقترح قطع فتافيت كثيرة، قال لك هذا كان كوكبا كبيرا يبدو ضرب مذنب، ضرب شيء تفتت، لكن بقي هو إيه؟ وفتفوتاته تدور حول إيه؟ حول الشمس في نفس المدار. طبقوا عليه القانون، طلع صح، مضاعف ل 12 24 زائد 4 تقسيم 10 بيطلع 2.8 من 10 وحدة فلكية. غريب. نقفز الحين على مين؟ على المشتري. مضاعف ل 24 48 زائد 4 52 تقسيم 10 5.2 من 10 100%. هذا المشتري إلى آخر السلسلة. وضرب إيه؟ العلماء تحية سلام إيه؟ للراحل يوهان بودي الألماني، وأعادوا الاعتبار لقاعدة بودي، اسمها قاعدة بودي. تخيل، إذا كون مصمم ولا غير مصمم؟ مصمم. رياضي ولا غير رياضي؟ رياضي، مش عشوائية، مش إسقاطات بشرية، مش كذا أبدا أبدا. طيب، ذكرنا لكم إيه؟ قصة نبتون لكن بسرعة. أول شيء اكتشفهم أورانوس، اكتشفوا الكوكب إيه؟ أورانوس سنة 1781 أورانوس، على يد الإنجليزي، عالم الفلك الإنجليزي الكبير ويليام هرشل، هو اكتشف إيه؟ أورانوس. وبعدين وضعوا إيه؟ الخرائط لمساره بين النجوم في كوكبته. ولما درسوا إيه؟ مسار أورانوس بين النجوم، لاحظوا أنه في إيه؟ اختلاف في مساره المتوقع رياضيا عن مساره إيش؟ الواقع في السماء، في اختلاف. بحسب معدات الدراسة لازم يكون مساره بطريقة محددة.
لا، في الواقع مسار مختلف عن هيك. ليش ما ليش؟ مسألة كبيرة حيرة العلماء. أجى عالم فلكي اسمه هوسي، قدم مقترح، فكرة اقترحها، قال ليش ما يكونش هذا الانحراف في مسار أورانوس بسبب وجود كوكب آخر موجود ممكن لا نراه إحنا ويؤثر على مساره. سخروا منه. لا، مش صحيح، ماتت الفكرة يا حرام. 1845 قدم الفلك الإنجليزي جون آدمز، هذا احفظوا عاد لأنه هذا حيأخذ جائزة، حيكرم في تاريخ علم الفلك. جون آدمز مع ليفرييه بعدين الفرنسي. جون آدمز عمل من جامعة كامبريدج، هذا قدم عمل كبير تعبان عليه، وفعلا اقترح فيه بدقة شديدة أنه في كوكب ولا بد أن يكون موجودا، والكوكب كتلته حسب ميكانيكا نيوتن لابد أن تكون كذا كذا، وبعده كذا كذا. حدد كل هذه الأشياء بحسابات دقيقة. ما أروع العلم وما أروع العقل الإنساني يا أخي، وما أروع العقل حين يتجاوب مع نظام الوجود. ما هو ما بكونش رائع إلا إذا تجاوب، ولا بصير كل هذه يعني أوهام وكلام فارغ على ورق. لا، مش أوهام يا أخي، لا إله إلا الله تعطيك قدرة على كشف المجهول، شيء لا شفته ولا حسيته وتعرف إنه موجود، لأنه في كما قلت لكم نظام وفي قانون، في روح في هذا الوجود. هذا مش كون عشوائية وكون شواش وكون اختباط، أبدا أبدا، كما يحلو لهؤلاء الذين يحبون أن ينتحروا علميا وعقليا لكي يبقوا ملحدين. قال لا، من وين اللي فيه نظم؟ مين قال اللي فيه نظم؟ هذا كلها إسقاطات بشرية كما نرى، كلام فلسفي عقيم وباهت وسريع، بفكروا إنه حيقضي على البراهين العلمية ولا لا، أبدا. هذا كلام سخيف على فكرة وضعيف جدا جدا. فالمهم، فالرجل يعني برضو نفس الشيء، قوبل به بالتجهم والنكران، تنكروا له. لماذا؟ لأنه كان عمره 26 سنة، شاب صغير وكذا، إيش فهمك أنت وكذا. الرجل أتى في فرنسا سبحان الله رياضي آخر اسمه جين ليفرييه، قدم عملا قريبا جدا من عمل جون آدمز الإنجليزي، ونفس الشيء شبه تطابق، دون أن يعلم أي منهما بالآخر بصاحبه. لا ليفرييه يعرف ولا آدم عرف، كل واحد لحاله بيشتغل، هذا في فرنسا وهذا في إنجلترا. وراح قدموا العلماء برضو بتوع الرصد فرنسيين، تنكروا له، فبعث رسالة إلى مدير مرصد برلين الألماني. الألمان شوف جديين، ناس بأخذوا الأمور بجد، ما رماهاش كما يقال في بئر، أخذ مباشرة وأصدر الأمر إلى 2 من معاوني وطلابه. واحد اسمه يوهان جالة، مشهور جالة هذا، لأنه هذا هو حيرصد، هو حينجح، وزميله الآخر يبدو من أصل فرنسي، دي أريست. سبحان الله. وبدأ العمل من أول مرة. يوهان جالة رأى الكوكب نبتون، رآه، رصده موجود، وابتعد درجة واحدة عن تحديد مين؟ ليفرييه وآدمز، درجة واحدة فقط، في نفس المكان، نفس البعد والكتلة. نبتون، الكوكب نبتون، أبرق لمين؟ لهرشل الإنجليزي، أكبر عالم فلك في عصره. مباشرة هو أبرق لكل أنحاء أوروبا أنه اكتشفنا كوكبا جديدا. والآن اصطرعت فرنسا وإنجلترا، إحنا الشرف عندنا جون آدمز، يا ولد صغير اللي مش عارف حاجة، 26 سنة الحين آدم، جون آدمز هو اللي قدم. فرنسا لا، ليفرييه هو كذا. في الأخير تم تم الاصطلاح على أن يقتسم كلاهما الفخر، الفرنسي والإنجليزي معا، والغلبان ألمانيا دائما كانت تضم. والله العظيم. قال له ما هو رصده، هذا مهم الرصد، لولا أنه رصده ما رآه أحد. لا، ضيعوا ألمانيا ولا قدموا لها شيء. مثل الدي ان ايه على فكرة، الحمض النووي كان في سيدة ألمانية شابة سبحان الله، كان لها معظم الجهد، ولكن سبحان الله ضيعوها الإنجليز وكذا. الآن بدأوا يعودون إليها الاعتبار، كان المفروض هي تأخذ جائزة نوبل على الدي ان ايه. ضيعوا لنا امرأة، تحيز ضد النساء، وألمانية كمان، فالألمان يظلمون أحيانا. على كل حال، اكتشف العلماء بعد ذلك أن غاليليو في 12/1/1613، غاليليو مات 1642 في السنة اللي ولد فيها نيوتن تقريبا. المهم في 12/1/1613 غاليليو كتب في المذكرات العلمية إن أنا في هذه الليلة للمرة الثانية، قبل سنة كان رصدت المشتري جوبيتر، رصدته ووجدت في مداره نجم صغير يدور،
وصفه تماما، هو نبتون ظنه نجما ولم يعرف إيه جاليليو، لأنه أساليبه كانت بدائية وبسيطة في الرصد، إنه هذا إيه هو الكوكب، كان قريبا إيش من المشتري أيامها، ورصده سبحان الله هو نفس الكوكب نبتون. معناها الطبيعة فعلا فيها روح وفيها نظام، لا يمكن إيه أن نتنكر لهذا، لكن هؤلاء يتنكرون. طيب